السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أولى إعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأفضل حال يا رب. وأهلا وسهلا بيكم في مراجعة الوحدة التانية، القوة والحركة. رجعنا لكم الحمد لله الوحدة الأولى وخلصناها، نزلنا لكم أسئلة عليها ونزلنا لكم حصة الشرح بتاعتها، ولو ما اتفرجتش عليها هسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو تروح تتفرج عليها. والنهارده باذن الله هنفنش الوحده الاولى وهتنزل لك برضو الوحده الثانيه نفس النظام. طب هنعمل ايه؟ قدامنا دلوقتي كام ورقه كده ملخصين فيها الوحده الثانيه بالتفصيل، وان شاء الله ما فيش تفصيل هنسيبها زي ما انتم متعودين. تمام. طب وبعد ما نخلص دي ان شاء الله هينزل لك حل امتحان او حل، يعني شويه اسئله كده موجودين على الوحده الاولى والوحده الثانيه. تمام. طب وبعد كده هينزل لك بقى ايه؟ شرح الوحده الثالثه وحل على الوحده الثالثه والوحده الثانيه والاولى. يبقى كده خلصنا المنهج بتاعنا كله، مراجعات وفرم وحل وتلخيص وكل حاجه. كل اللي طالبينه منك ايه؟ كل اللي طالبينه منك ان انت ان شاء الله هينزل لك الورق ده تروح تذاكره. هينزل لك فين؟ زي ما انت متعود على صفحة الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت الفيديو، تروح تحمل الورق وتطبعه او شوف انت هتذاكر منه منين، وتحط اللايك الجميل بتاعك. وما تنساش تبعت المراجعة لكل اصحابك عشان هم كمان يستفادوا زي ما انت تستفيد ان شاء الله. يلا كده سمي الله معانا وقول بسم الله ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هسألك كام سؤال كده هيوضح لك الشرح الحتة اللي علل دي كلها. طب ماشي، طب تعالى نسأل كده كلام منطقي كله. دلوقتي لو انا سايب القلم ده كده مفيش حد لمسه ولا حد بيحركه، القلم ده كده في حالة ايه؟ سكون ولا حركة؟ هتقول لي يا مستر القلم ده كده في حالة سكون. تمام. طب انا لما جيت حركته كده بقى في حالة حركة. ماشي، يعني برضو استفدت ايه؟ قال لك ان القلم ده هو جسم، صح؟ جسم ساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. يعني دلوقتي انا قوة جيت اثرت على القلم فغيرت من حالته، غيرت من مكانه من هنا مثلا خليت مكانه هنا، صح ولا لا؟ يبقى انا كده غيرت من حالته، من حالة السكون الى حالة الحركة. تمام. يبقى الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. تمام يا مستر. طب انا دلوقتي مثلا لو حاجه تقيله قوي، يعني مثلا الحيطه، قوم كده زق الحيطه، يعني قوم كده سيب الفيديو وافضل زق في الحيطه، هل هتتزق معاك؟ لا. طب ليه؟ انت قوتك مش مناسبه لقوه الحيطه وانا قوتي مش مناسبه لقوه الحيطه. فقال لك عند دفع الحيطه باليد ليه ما بتتحركش؟ قال لك عشان الجسم الساكن لا يتغير موضعه ما ايه طالما القوه المؤثره عليه غير مطابقه ليه او غير مناسبه للقوه بتاعته. يعني ايه؟ انا دلوقتي قوتي مناسبه للحيطه، لا الحيطه دي عايزه لودر او جرار يدخل يشيل فيها على طول، صح ولا لا؟ عايزه قوه اكبر من قوتي. فتعالى نقرا بقى كام سؤال علل دولت هيوضحوا لك كل اللي احنا قلناه. بيقول لك رقم 1 علل يظل الكتاب ساكنا على المكتب لا طالما لم يحركه احد. ليه؟ لان الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه تغير من موضعه. اهم حاجه القوه دي تكون مناسبه لقوته. يعني مثلا اقول لك دلوقتي حاجه، دلوقتي مثلا قدامك مثلا ايه، يعني مثلا حته حديده مثلا 100 كيلو. تمام. هل انت تقدر تشيلها؟ لا. هتقولي لا يا مستر فانا كده دلوقتي قوتي مش مناسبه للحاجه دي. فقال لك طالما القوه مش مناسبه انت كده مش هتقدر تغير حاله الحاجه، مش هتقدر تغير موضعها. رقم 2 علل لا يتغير موضع الحائط عند دفعه باليد. ليه؟ عشان الجسم الساكن يظل ساكنا اذا كانت القوه المؤثره عليه غير مناسبه. رقم 3 تتحرك الكره الساكنه عند دفعها بالقدم وتتوقف عندما يصدها الحارس. يعني ايه؟ انا دلوقتي لو في كره محطوطه هنا وانا جيت شطها كده مش هتتحرك، صح ولا لا؟ قال لك عشان القوه اللي انا اثرت عليها قوه مناسبه فتتحرك على حسب الاتجاه اللي انا حركته فيها. رقم 4 قال لك ليه علل يتغير اتجاه حركة الكرة عندما يسددها المهاجم برأسه. قال لك دلوقتي لو انا دلوقتي في كرة جايه لي كده تمام وانا براسي رحت صديتها على طول، قال لك هيتغير موضعها، هيتغير الاتجاه بتاعها. يعني مثلا لو هي كانت جايه كده هتروح الناحية دي، صح ولا لا؟ اكيد طبعا انت عارف الكلام ده. قال لك ليه؟ عشان اتجاه القوه المؤثره على الكره دي بيكون في عكس اتجاه حركتها. بيكون في ايه؟ الكره جايه كده انا رحت صديتها كده على طول بدماغي، فقال لك بتكون في عكس اتجاه حركتها. يبقى انا كده من ملخص علل ده قال لك ان انا عندي حاجه اسمها ايه؟ قال لك عندي حاجه اسمها القوه، هي اللي بتغير حاله الجسم من السكون للحركه او من الحركه للسكون على حسب ايه الحاله. قال لك القوة هي مؤثر خارجي يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس أو يحاول تغيير اتجاه حركته. طب تقدر بوحدة إيه؟ النيوتن. يجي يقول لك أكمل. تقدر القوة بوحدة نقط، تقدر القوة بوحدة النيوتن. طب تعالى نشوف اللي بعده. بيقول لك ما النتائج المترتبة على التأثير بقوة مناسبة على جسم ساكن. ايه اللي هيحصل لو انا دلوقتي في قوة، انا جبت قوة هي ايدي واثرت بقوة مناسبة على جسم ساكن اهو، يتغير موضعه، يتحرك الجسم من موضع الى موضع اخر في نفس اتجاه القوة المؤثرة عليه. يعني دلوقتي بزق الناحية دي فدي اتجاه القوة المؤثرة عليها، هتلاقي يتزق الناحية دي مش هيتزق العكس.
رقم 2 ما النتائج المترتبه على التاثير بقوه مناسبه على جسم متحرك في نفس اتجاه حركته. انا دلوقتي انت دلوقتي ماشي تمام وماشي لقدام، وانا جيت من ظهرك رحت زقتك بنفس المنظر ده، ايه اللي هيحصل؟ زقتك في نفس اتجاه حركتك، سرعتك هتزيد صح ولا لا؟ سرعتك هتزيد لدرجه ان انت ممكن تقع اصلا لو انا زقتك جامد. فقال لك تزداد سرعه الجسم المتحرك. دلوقتي مثلا واحد ماشي في الشارع وراكب عجله، وفيها هتلاقيه عيل صغير بيزقه كده، العيال اللي بتلعب مع بعض في الشارع، فقال لك ايه لما يجي يزقه ايه اللي بيحصل؟ بتزيد سرعه العجله. فقال لك تزداد سرعه الجسم المتحرك طالما انا باثر عليه بقوه في نفس اتجاه حركته. تعالى ندخل للجزئيه اللي بعديها، والجزئيه اللي بعديها هي القوه الاساسيه في الطبيعه. يعني ايه؟ انا عندي في الطبيعه 3 قوى اساسيه موجودين. ايه هم ال3 قوى؟ قال لك قوه الجاذبيه واللي انت يعتبر عارفها اصلا تمام، وقوه كهرومغناطيسيه، وقوه نوويه. تعال نعرف واحده واحده بتتكلم عن ايه. بس قبل ما نعرف واحده واحده، قال لك ان لو جالك سؤال اكمل القوى الاساسيه في الطبيعه نقط ونقط ونقط وبيجي كتير، قال لك هتقول له قوه جاذبيه وقوه كهرومغناطيسيه وقوه نوويه. تمام. تعال نشوف القوة الجاذبية. قال لك ان احنا عندنا العالم نيوتن اكتشف ايه الجاذبية عندما سقطت التفاحة على رأسه اثناء ان هو كان قاعد تحت الشجرة. تمام. فقال لك اكتشف ان الارض تجذب الاجسام بقوة اسمها قوة الجاذبية الارضية. طب ماشي. طب تعال نشوف كده نجرب تجربه. قال لك دلوقتي هات وزن 5 كيلو وحطه على الارض، وهات وزن 10 كيلو وحطه جنبه، وهات وزن 15 كيلو وحطه جنبه. ماشي يا مستر. قال لك تعالى كده ارفع ال 5 كيلو اللي موجوده الناحيه دي. تمام. هاجي ارفعها احس ان انا ايه يعني عادي برفعها عادي. تمام. طب تعالى على 10 كيلو، لا حسيت ان الوزن زاد قوي، يعني ايه مش قادر ارفعها. ماشي. طب تعالى على 15 كيلو، ممكن ما اقدرش ارفعها كمان، او ممكن انت ما تقدرش ترفعها، صح ولا لا؟ فقال لك ده بسبب ايه؟ قال لك بسبب ان الكتله لما زادت، ده دلوقتي كانت 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو. قال لك لما الكتله بتزيد تمام قوه الجاذبيه للجسم بتزيد، قوه الجاذبيه للجسم بتزيد. هقول لك حاجه تانية. دلوقتي هات واحد رفيع مثلا وزنه ايه مثلا 50 كيلو، وهات واحد تاني مثلا وزنه 120 كيلو، وخليه الاثنين ينطوا لفوق. هتلاقي اللي بينط لفوق اللي هو اللي وزنه 50 كيلو ده هتلاقيه بينط عادي خفيف، صح ولا لا؟ عشان الجاذبيه مش جاذبه قوي. تمام. طب الوزن تقيل، اللي هو ال 120 كيلو ده، لا هتلاقيه مش عارف ان هو ينط عن الارض قوي، وما فيش حد بيعرف يشيله. ليه؟ عشان قوه الجاذبيه جاذباه بدرجه كبيره، علل بسبب كبر كتلته. فقال لك ان الشغل المبذول لما اجي يرفع حاجه يزداد بزياده كتله الجسم، لما كتله الجسم تزداد وزن الجسم هيزداد، وتزداد قوه الجاذبيه القوه بزياده كتله الجسم. كل ما كتله الجسم زادت انا محتاج قوه اكبر. ليه؟ لان الارض تجذب الاجسام الى مركزها بقوه تسمى ايه؟ تسمى وزن الجسم. يبقى انا كده دلوقتي عندي حاجه كتله الجسم اللي هي ال5 كيلو دي، تمام، دي كده كتلته، الكتله ما بتتغيرش. تمام. عندك بقى في حاجه اسمها وزن الجسم، عندك في حاجه اسمها وزن الجسم، دي اللي بتقدر بوحده النيوتن. تمام. اما الكتله تقدر بوحده الكيلو جرام. طب ايه الوزن ده؟ هو مقدار قوه جذب الارض للجسم. الوزن ده هو مقدار القوه اللي الارض سحبه بيها الجسم، القوه جذبه بيها الجسم. فقال لك ان الوزن هو مقدار قوه جذب الارض للجسم يقدر بوحده النيوتن. فقال لك ان انت دلوقتي عندك الكره الارضيه دي، ماشي، انت بتشوف الكره الارضيه مدوره زي كده، صح؟ فقال لك ان اي جسم مدور زي كده قال لك ليه مركز اسمه يعرف بمركز الثقل، اسمه مركز يعرف بمركز الثقل. فدي نقطه تاثير وزن الجسم تكون عند مركزه، وتعرف باسم مركز الثقل في الكره الارضيه. ولهذا يقال ان الارض تجذب الاجسام نحو مركزها، مركز ثقلها. فقال لك دلوقتي ان انا عندي في الكره الارضيه حاجه اسمها مركز ثقل الجسم الكروي. تمام. قال لك ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيخلي الاجسام تتجذب ناحيته، ده اللي بيخلي الاجسام تتجذب ناحيته. تمام. طب تعالى بقى نعرف قانون الوزن. قال لك ان الوزن بيساوي الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه، وده انت عارفه من الترم اللي فات لو انت كنت بتذاكر يعني. فقال لك ان الوزن بيساوي الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه، الوزن وحدته النيوتن، الكتله وحدتها كيلو جرام، عجله الجاذبيه الارضيه وحدتها متر على الثانيه تربيع. طب انا دلوقتي لو جيت قلت لك اكمل العوامل التي يتوقف عليها الوزن نقط ونقط، هتقول لي الكتله وعجله الجاذبيه الارضيه. العوامل التي يتوقف عليها الوزن نقط ونقط، الكتله وعجله الجاذبيه الارضيه. تمام. لو الكتله زادت الوزن هيزيد، طب عجله الجاذبيه لو زادت الوزن برضه هيزيد. فكلما ازدادت قيمه اي منهما ازدادت وزن الاخر، ازداد وزن الجسم. يعني لو ازدادت الكتله ازداد وزن الجسم. تمام. طب انا دلوقتي ثواني، لو انا دلوقتي عجله الجاذبيه هتزيد الكتله هتتاثر؟ لا. قال لك الكتله لا تتغير، الكتله لا تتغير في اي حاله من الاحوال، الكتله لا تتغير. يعني دلوقتي انا مثلا دلوقتي كتلتي مثلا 75 كيلو، تمام، هنا وانا قاعد في الاوضه دي كتلتي 75 كيلو، رحت مثلا السودان كتلتي 75 كيلو، رحت الامارات كتلتي 75 كيلو. طب ايه اللي هيتغير؟ وزني هو اللي هيتغير. ليه؟ علشان على حسب انا بعيد عن مركز الارض ولا لا. فتعال نشوف واحده واحده وهنفهم دلوقتي الكلام ده. بيقول لك علل كتله الجسم الواحد لا تتغير من مكان لاخر. ليه؟ قال لك لان كتله الجسم عباره عن مقدار ما يحتويه الجسم من ماده، وهو مقدار لا يتغير بتغير المكان. يعني ايه برضه
برضو انا دلوقتي مثلا القلم ده مثلا وزنه 10 جرام، 10 جرام من البلاستيك، صح؟ وزنه 10 جرام من البلاستيك، ماشي، موجود هنا في مصر وزنه 10 جرام من البلاستيك. تعالى وديه مثلا المانيا، تمام، وحط نفس القلم هتلاقيه برضه وزنه 10 جرام من البلاستيك. طب ليه يا مستر الكتله ما اتغيرتش؟ يا ابني انا دلوقتي ده بلاستيك، صح؟ من مكان لمكان كتلته مش هيتغير، هو نفس ال 10 جرام بالظبط، تمام. اما ايه اللي هيتغير؟ وزنه. طب ليه؟ عشان الوزن بيتغير بتغير المكان زي ما هنشوف دلوقتي، عشان بسبب تغير عجله الجاذبيه الارضيه. بيقول لي رقم 2 علل برضو، وزن الجسم اكبر دائما من كتلته. ليه؟ انا دلوقتي بضرب الوزن كتله في عجله الجاذبيه الارضيه، صح ولا لا؟ فعلى طول بضرب كتله في عجله الجاذبيه الارضيه، فهتلاقي على طول ده اللي كبير. يعني لو الكتله ب 50 هضرب 50 في 10 ب 500 نيوتن، يعني دي هتبقى ب 50 ودي هتبقى ب 500 نيوتن. فقال لك ان الوزن 24 ساعه على طول يبقى اكبر من الكتله. علل، لان الوزن يساوي حاصل ضرب الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه. وده السؤال ده برضو بيجي لكم، وكان بيجي لكم الترم اللي فات. طب بقى ايه اسباب اختلاف عجله الجاذبيه الارضيه اللي احنا عمالين نتكلم عليها دي؟ قال لك ان في اسباب كتير. اول سبب الاقتراب او الابتعاد عن مركز الارض. شايفين مركز الارض ده؟ انا كل ما اقرب منه كل ما الجاذبيه هتزداد، كل ما اقرب منه كل ما الجاذبيه هتزداد. طب كل ما ابعد عنه كل ما الجاذبيه هتقل اكيد. فقال لك عجله الجاذبيه الارضيه تقل بالابتعاد عن مركز الارض وتزداد بالاقتراب من مركز الارض. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا كنت قريب من المركز من هنا، انا كده عجله جاذبيتي كبيره، تمام. كل ما ابتعد عن مركز الارض كل ما عجله الجاذبيه هتقل، كل ما عجله الجاذبيه هتقل. يبقى كده يجي يقول لك اكمل بالاقتراب من مركز الارض، بالاقتراب يبقى تزداد عجله الجاذبيه الارضيه، تمام. طب اللي ابتعد عن مركز الارض تقل عجله الجاذبيه الارضيه. تعال نشوف رقم 2. بيقول لك الانتقال من مكان لاخر على سطح الارض. قال لك دلوقتي ان انت عندك الارض مش مدوره دوران قطر، قال لك ايه؟ قال لك منبعجه عند خط الاستواء، تمام، ومفلطحه عند القطبين. يعني ايه؟ يعني عجله الكوره جايه كده، جايه بشكل بيضاوي كده. فقال لك ان هي يكون نصف قطرها عند خط الاستواء كبير، تمام. يعني انا كده عند خط الاستواء انا بعيد عن مركز الارض، وعند القطب الشمالي والقطب الجنوبي صغيرين، نصف القطر اصغر عند خط الاستواء. فقال لك ان انت كده عند القطبين انت كده قريب من مركز الارض، فكده عجله الجاذبيه هتبقى زايده، تمام. طب عند خط الاستواء نصف قطره كبير، فقال لك انت كده بتبعد عن مركز الارض، فكده بالتالي عجله الجاذبيه هتزيد، عجله الجاذبيه هتقل، بالتالي عجله الجاذبيه هتقل، فالوزن هيقل، تمام. يبقى وزني لو انا عند خط الاستواء هلاقي اقل من وزني عند القطب الشمالي، تمام. طب وزني عند القطب الشمالي بيساوي وزني عند القطب الجنوبي. ليه؟ عشان عجله الجاذبيه زي بعض. يبقى كده عجله الجاذبيه عند القطب الشمالي اكبر من عجله الجاذبيه عند خط الاستواء. وتعالى نقرا. قال لك لاختلاف البعد بين سطح الارض ومركزها من مكان لاخر. قال لك الكره الارضيه غير تامه الاستداره، فبالتالي البعد من مركز الارض واي نقطه على سطح الارض عند القطبين القطب الشمالي والجنوبي، قال لك المسافه دي اقل من البعد عن خط الاستواء ومركز الارض، تمام. مما يترتب عليه ان عجله الجاذبيه الارضيه عند القطبين اكبر من عجله الجاذبيه عند خط الاستواء. يبقى انا لو جيت سالتك اكمل، قلت لك دلوقتي وزني عند خط الاستواء ب 500 نيوتن، تمام، ووزني دلوقتي بقى عند القطبين الشمالي والجنوبي، يا ترى هيبقى اكبر ولا اقل؟ اكيد طبعا هيبقى اكبر. طب ليه؟ قال لك هيبقى اكبر من 500. قال لك ليه؟ قال لك عشان عجله الجاذبيه الارضيه زادت، فلما عجله الجاذبيه الارضيه هتزيد الوزن هيزيد. طب انا دلوقتي كتلتي عند القطب الشمالي 50 كيلو جرام، وكتلتي عند خط الاستواء نقط برضه 50 كيلو جرام. علل، لان الكتله لا تتغير بتغير المكان، وتعالى نشوف الصفحه اللي بعديها بتقول لنا ايه. الصفحه اللي بعدها يا معلم، احنا دلوقتي خلصنا ايه؟ قوه الجاذبيه. قال لك تاني قوه من القوى الاساسيه في الطبيعه هي القوه الكهرومغناطيسيه، ومن اسمها قوه كهرومغناطيسيه، يعني كهرباء ومغناطيس. فقال لك هنعمل النشاط ده هيوضح لنا ايه؟ هيوضح لنا ان احنا عن طريق التيار الكهربي هنصنع مغناطيس. فبالتالي لما نعمل التجربه دي هنعرف ان للتيار الكهربي تاثيرا مغناطيسيا، واكيد طبعا كلكم عارفين التجربه دي، احنا دلوقتي في مراجعه. قال لك دلوقتي ان انت بتعمل التجربه ازاي؟ قال لك بتجيب سلك من النحاس المعزول، وبعد كده بتلفه حوالين انبوبه بلاستيكيه، بعد كده الانبوبه البلاستيكيه دي بتكون مفرغه من النص. فقال لك بتدخل مسمار حديدي من الحديد المطاوع، تمام. وبعد كده نصل الطرفين السلك اللي احنا موصلناهم ببطاريه كام؟ 4.5 فولت من المفروض، تمام. للملاحظه قال لك ان انت كان في براده حديد جنبك، فاول ما وصلت الكهرباء لقيت براده الحديد تنجذب الى الحديد المطوع اللي انت حاطه جوه ده. فقال لك ايه الاستنتاج من كده؟ قال لك ان التيار الكهربي تاثيرا مغناطيسيا. يقول لك اكمل للتيار الكهربي تاثيرا نقط، هتقول له تاثيرا مغناطيسيا. تعال نكمل.
تعالى بقى ناخد تطبيقات على القوة الكهرومغناطيسية. قال لك اول حاجة عندك هي حاجة اسمها المغناطيس الكهربي. ايه المغناطيس الكهربي ده؟ اللي احنا لسه عاملينه ده، تمام، بس هنا بشكل صغير، هنا بقى عاملينه بشكل كبير. ليه؟ عشان يشيل العربيات، ينقلها من مكان لمكان، يشيل مثلا اللي هي الخردة. عارفين يعني مثلا دلوقتي قدامكم المنظر ده، هل ينفع انسان هو اللي يدخل يشيل الحاجات دي؟ لا، لازم مغناطيس كهربي كبير. فقال لك ان اول ما بيوصل كهرباء هتلاقيه الحاجات دي بتلزق في المغناطيس، واول ما يفصل الكهرباء الحاجات دي هتنزل من المغناطيس. فقال لك عند مرور التيار الكهربي في الملف يعمل كمغناطيس، وعند عدم مرور التيار الكهربي لا يعمل كمغناطيس. طبعا اكمل يستخدم المغناطيس الكهربي في نقط ونقط، يستخدم في الجرس الكهربي والاوناش الكهربيه. وده بيجي سؤال اكمل، يجي يقول لك اكمل المغناطيس الكهربي يستخدم في نقط ونقط، هتقول له في الجرس الكهربي والاوناش الكهربيه. تعالوا نكمل. قال لك تاني حاجه عندك حاجه اسمها المولد الكهربي. ده من التطبيقات على القوه الكهرومغناطيسيه. مولد كهربي يعني بيولد كهرباء، اللي هو زي الدينامو. فالدينامو قال لك لما انت بتركبه في العجله، واخدينه الترم اللي فات، هو بيلف الاول بعد كده بيولد لك كهرباء. فقال لك يحول الطاقه الميكانيكيه اللي هي الحركيه الى طاقه كهربيه، تمام، مثل مين؟ الدينامو في محطات الكهرباء. يجي يقول لك اكمل، السؤال هنا بيجي ازاي؟ اكمل المولد الكهربي من كسون الدينامو يحول الطاقه من نقط لنقط، يحول الطاقه من ميكانيكيه الى طاقه كهربيه. ميكانيكيه يعني ايه؟ يعني حركيه، تمام. رقم 3 عندنا من تطبيقات القوى الكهرومغناطيسية المحرك الكهربي او الموتور الكهربي. الموتور زي اللي عندك في المدخل، اللي هو بيعمل ايه؟ بيشد المية عشان يديك المية وتعرف انت تغسل ايدك وتستخدم الحمام، تمام. فقال لك المحرك الكهربي ده هو اللي بيحول الطاقة. اول حاجة الموتور بيشتغل ايه؟ اول حاجة بالكهرباء، بعد كده بيتحرك، صح، بعد كده بيسحب المية. فقال لك بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة ميكانيكية. يبقى اكمل المحرك الكهربي يحول الطاقة من نقط لنقط، يحول الطاقة من طاقة كهربية الى طاقة ميكانيكية، مثل مين؟ الموتور في المروحة والخلاط. الموتور الموجود في المروحه هتلاقيها بتلف الاول بتاخد كهرباء، بعد كده بتلف، بيحول الطاقه من ايه؟ كهربيه الى طاقه حركيه او ميكانيكيه. تعالى لاخر قوه معانا وكده نبقى خلصنا الدرس الاول بعد ما نقول القوه دي. قال لك ثالث حاجه قوه معانا، القوه النوويه. انت دلوقتي عندك قوه نوويه قويه وقوه نوويه ضعيفه. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك القوه النوويه القويه، انت شفت النواه بتاعه الذره، قال لك النواه بتاعه الذره دي فيها ايه؟ فيها بروتونات موجبه الشحنه، صح. فانا دلوقتي احنا متعودين اي حاجه موجب مع موجب هلاقيها بتتنافر. فقال لك ازاي ان النواه دي مرتبطه مع بعضيها؟ قال لك بسبب قوه نوويه قويه، فهي المسؤوله عن ربط مكونات الذره ببعضها، بالرغم من تنافر بين البروتونات الموجبه وبعضها. قال لك دلوقتي في جوه النواه في بروتونات موجبه، صح. فقال لك الموجب بيتنافر مع الموجب، بيبعدوا عن بعض. فقال لك مين اللي لازقهم في بعض ومين اللي ماسكهم في بعض؟ حاجه اسمها قوه نوويه قويه، تمام. بنستخدمها في السلم في انتاج الطاقه الكهربائيه، يعني بنستخدمها في الحاجه الحلوه اللي هي عكس الحرب في انتاج الطاقه الكهربائيه. زي مصر حاليا هي من الدول اللي بتهتم بانتاج الطاقه النوويه بالاضافه الى مصادر طاقه بالمصادر التقليديه. قال لك ان مصر حاليا بتهتم بانتاج الكهرباء، تمام، من الطاقه النوويه دي بالاضافه الى مصادر تقليديه، تمام. وبنستخدمها في الحرب في انتاج القنابل الذريه. يبقى في السلم في انتاج الكهرباء، وفي الحرب في انتاج القنابل الذريه. قوه نوويه ضعيفه، قال لك في عندنا حاجه اسمها ايه؟ انويه ذرات عناصر مشعه. عندنا حاجه اسمها ذرات عناصر مشعه. دي بتعمل ايه؟ قال لك ان انت هتاخدها بالتفصيل اكتر في ثالثه اعدادي، فما تشغلش بالك بيها دلوقتي. يعني المهم ان انت تعرف قوه نوويه ضعيفه هي المسؤوله عن تحلل مكونات انويه ذرات العناصر المشعه، تمام. تستخدم في قال لك تستخدم في الحصول على بعض العناصر المشعه والاشعاعات المستخدمه في الطب والصناعه والبحث العلمي. انت القوه النوويه دي يعني مش عليها حاجات كتير قوي زي ما ثالثه اعدادي عليهم، فانت لما تطلع ثالثه اعدادي ان شاء الله هتعرف عنها تفاصيل اكتر. دي التفاصيل اللي عندك باذن الله. تعالى يلا نشوف الصفحه اللي بعديها. الصفحه اللي بعديها وهي الدرس الثاني، ويكلمنا عن حاجه اسمها القوه المصاحبه للحركه. كده خلصنا ايه؟ الدرس الاولاني. تعالى نقول بسم الله معانا وصلي على النبي الاول قبل ما نبدا، صلى الله عليه وسلم. قال لك القوه المصاحبه للحركه، قال لك عندي حاجتين. قال لي حاجه قوه تنشا عن الحركه وقوه تسبب الحركه. يعني ايه؟ انا دلوقتي واقف في المترو، تمام. قال لك وحصل ايه؟ قال لك دلوقتي المترو ماشي في امان الله ومره واحده فرمل. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي ان انا بتحرك حركه الاراديه، حاجه مش انا اللي متحكم فيها، صح. فانا كده قوه تنشا عن حركه، تمام. قال لك قوه تسبب حركه بقى، انا دلوقتي حد بيحرك صوابعي ولا انا اللي بحركها؟ انا اللي بعرف احركها. فدي قوه داخل الانظمه الحيه زي وزي الحيوان وزي الكائنات الحيه. فقال لك دي قوه تسبب حركه، انا اللي بسبب حركه صباعي، صح ولا لا؟ تمام. قال لك قوه تنشا عن حركه، دي قوه انا ماليش دعوه بيها، انا يعني انا ايه؟ انا اللي بتاثر بالقوه دي، ماشي. طب قال لك قوه تنشا عن حركه زي مين ومين؟ قال لك قوه الكسور الذاتي، وقال لك قوه الاحتكاك، وقال لك قوه تسبب حركه، قوه داخل الانظمه الحيه. وتعالوا نعرف واحده واحده منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك اولا قوه الكسور الذاتي. بص انا احكي لك القصه بعد كده نقرا من الكتاب. قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي انت عندك حاجه
زي القلم ده، تمام، هيظل ساكن صح ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته. متفقين الكلام ده من الدرس الاول، لسه قايلين الكلام ده، تمام. فقال لك دلوقتي ان الجسم ده هل هيقدر يتحرك؟ يعني انا دلوقتي لو سبته وجيت السنه الجايه هلاقيه متحرك من مكانه؟ لا، مش هلاقيه متحرك مكانه طالما مفيش حد اثر عليه، تمام. يبقى كده الجسم ده قاصر عن تغيير حالته من حاله الى اخرى، الجسم ده قاصر عن تغيير حالته من حاله الى اخرى. يبقى جميع الاجسام اللي حوالينا الساكنه دي قاصره عن تغيير حالتها من حاله الى اخرى، تمام. قال لك اهو، اي ان جميع الاجسام قاصره يعني مش هتقدر تغير حالتها، اي لا تملك القدره على تغيير حالتها ما لم تؤثر عليها قوه تغير من حالتها، وهو ما يعرف في الكسور الذاتي. ده كده الكسور الذاتي، ان الجسم قاصر عن تغيير حالته، ان الجسم قاصر عن تغيير حالته، تمام. بيقول لك ان الجسم المتحرك بسرعه منتظمه في خط مستقيم يظل متحركا بنفس سرعته ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا ماشي بجري مثلا في الخط ده، تمام، لو في حد جه وقفني انا كده، وقفني وقطع السرعه المنتظمه بتاعتي، تمام، طب انا هفضل متحرك ومفيش حد هيوقفني ولا حد هيعوقني ولا اي حاجه هتوقفني، يبقى كده خلاص هفضل ماشي بنفس سرعتي المنتظمه ويظل متحرك. تعال ندخل بقى على خاصيه الكسور الذاتي. فقال لك دلوقتي مثلا انت دلوقتي واقف في المترو، ماشي، انت دلوقتي المترو ماشي بسرعه 50 كيلومتر على الساعه، انت دلوقتي واقف جوه المترو، يبقى انت ماشي بنفس السرعه، انت ماشي، انت واقف جوه المترو، تمام، بس المترو بيتحرك بسرعه، انت هتلاقي نفسك بتتحرك بنفس السرعه، ماشي. يعني انا كده بتحرك بسرعه 50 كيلومتر على الساعه والمترو بيتحرك بسرعه 50 كيلومتر على الساعه، ومره واحده المترو هو ماشي مره واحده راح وقف. فقال لك لما بيقف كده انت بتلاقي نفسك تندفع للامام، بتلاقي نفسك هتندفع للامام، صح ولا لا؟ بتبقى هتحس ان انت تقع كده، تبقى جربها، ماشي. فقال لك ده بسبب ايه؟ قال لك ان انت كنت في حاله حركه، صح، كنت في حاله حركه، ومره واحده الجسم اللي انت واقف فيه ده قال لك هو عايز يوقفك مره واحده ويحولك من حاله السكون الى حاله الحركه، من حاله الحركه المفاجاه، من حاله الحركه الى حاله السكون المفاجاه. فقال لك ان جسمك بيعمل خاصيه اسمها قوه الكسور الذاتي عشان يقاوم حاله التغيير المفاجئ، هو عايز يفضل متحرك مش عايز حد يوقفه، تمام. فقال لك ليه اشمعنى لما المترو بيبقى ماشي او الاتوبيس بيبقى ماشي ومره واحده يقف؟ فقال لك ان انت ليه بتندفع للامام؟ قال له هنقول له بسبب قوه الكسور الذاتي التي تجعلني اقاوم ايه؟ التي تجعل الجسم اللي هو انا يعني يقاوم حاله السكون المفاجاه عن حالة الحركة التي كان عليها، فاندفع إلى الأمام، تمام. يبقى كده خاصية الكسور الذاتي دي، خاصية الكسور الذاتي أو قوة الكسور الذاتية، خاصية مقاومة الجسم، تمام، لتغيير حالته من السكون إلى الحركة أو العكس ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. يعني مين اللي غير من حالتي؟ القوة اللي هي بتاعت المترو، إن هو الفرامل داس فرامل، خلاص غيرت من حالتي من حالة الحركة لحالة السكون المفاجأة. فقال لك إن في قوة عندي بتنشأ اسمها قوة الكسور الذاتي اللي بتخلينا ندفع للأمام. تعال نشوف برضو المثال ده او النشاط ده. قال لك دلوقتي في طالب او عيل يعني شايل شويه مكعبات على ايديه، فقال لك هو بيتحرك ومره واحده وقف وهو متحرك للامام. فقال لك لما وقف مره واحده المكعبات دي كانت ماشيه بنفس سرعته، صح ولا لا؟ فقال لك المكعبات هيلاقيها وقعت على الارض. طب لبس الكلام ده الاستنتاج ان قوه الكسور الذاتي للاجسام يقع تقاوم تغيير حالتها ما لم تؤثر عليها بقوه معينه. فقال لك هو بيقاوم، الجسم ده بيقاوم تغيير حالته، هو دلوقتي كان في حاله حركه، انت ليه عايز تخليني حاله سكون؟ فقال لك لا، فهو بيقاوم تغيير الحاله المفاجاه دي، تمام. انا دلوقتي مثلا في كرسي محطوط او حاجه تقيله محطوطه، انا باجي اشيلها، هي عايزه هي كمان تقاوم الحاله دي، هي كانت في حاله سكون، تمام، فانا دلوقتي بعملها في حاله حركه، فهي برضه بتقاوم من حاله الايه، من حاله السكون الى حاله الحركه، هي مش عايزه تتحرك. قال لك دلوقتي برضه في تجربه تانية، لو انا دلوقتي حطيت جنيه على الورقه دي وشديت مره واحده الورقه، فالورقه هتبقى في حاله حركه مره واحده من حاله السكون. قال لك الجنيه كان في حاله سكون، صح، فانا دلوقتي غيرت حالته من حاله السكون الى حاله الحركه. فقال لك الجنيه مش هيتحرك مع الورقه، لا، فهيظل ساكنا بس هيسقط جوه الكوبايه. قال لك بسبب ايه؟ قال لك بسبب قوه الكسور الذاتي برضه. فقال لك الاستنتاج العام من النشاطين ان قوه الكسور الذاتي للاجسام الماديه الساكنه او المتحركه يجعلها تقاوم تغيير حالتها ما لم تؤثر عليها قوه معينه، تمام. فانا كده اي حاله انا دلوقتي كنت في حاله سكون وحد عايز يحولني لحاله حركه، لا انا هقاوم الحاله دي، تمام. طب لو انا كنت في حاله حركه وحد عايز يوقفني في حاله سكون، قال لك برضه انا هقاوم الحركه دي. فقال لك علل اندفاع الراكب للخلف، ليه انا بندفع للخلف عند تحرك الحافله الساكنه فجاه للامام. قال لك انت دلوقتي لو واقف مثلا برضه في المترو او في اتوبيس، مره واحده الاتوبيس ده اتحرك للامام وانت كنت في حاله سكون، صح، والاتوبيس كان في حاله سكون. فقال لك ايه؟ قوه الكسور الذاتي تجعل الراكب يحاول الاحتفاظ بحاله السكون التي كان عليها فيندفع للخلف. رقم 2 اندفاع الراكب للامام عند توقف الحافله المتحركه فجاه. قال لك ليه؟ قال لك برضه بسبب قوه الكسور الذاتي يجعله يحافظ الاحتفاظ على حاله الحركه التي كان عليها فيندفع للامام.
قال لك رقم 3 اندفاع لاعب كرة القدم عند حد لما يجي يعرقله، ان هو حد يجي يحط رجله ويوقعه. قال لك ليه بيندفع للامام؟ هو دلوقتي اللاعب كان متحرك بسرعه، تمام، مره واحده حد جه راح مجعبله وراح موقعه، عرقله يعني باللغه العربيه، تمام. قال لك ليه بيقع؟ قال لك ليه بيقع؟ فقال لك لان قوه الكسور الذاتي للاعب يقاوم التوقف المفاجئ للاحتفاظ بحاله الحركه التي كان عليها، فيندفع للامام ويقع على وشه. رقم 4 ضرورة استخدام ركاب السيارة او الطائرة لحزام الامان. قال لك ان في تطبيق حياتي على الجزئية دي اللي هي بتاعت قوة الكسور الذاتي. قال لك ايه التطبيق؟ قال لك اخترعنا حاجة اسمها حزام الامان، عشان انت لما تيجي تدوس فرامل مرة واحدة ما تندفعش للامام وتتصاب انت او ما تتاذيش. يعني مثلا لا قدر الله انت راكب دلوقتي عربيه وخبطت مره واحده في شجره في حيطه، فقال لك انت كده بتقف مره واحده، فعلى حسب قوه الكسور الذاتي انت هتندفع للامام. فقال لك لا، اخترعنا لك حاجه اسمها حزام الامان عشان تحطها عليك. فقال لك لما تيجي تندفع للامام لا، قال لك حزام الامان بيروح ماسكك على طول. فقال لك ليه ضروره استخدام ركاب السياره لحزام الامان؟ قال لك لمنع ايذاء الركاب بفعل قوه الكسور الذاتي الناشئ عن حدوث تغيير مفاجئ في الحركه. تعال نشوف يلا الصفحه اللي بعديها. الصفحه اللي بعديها بتكلمني عن قوى الاحتكاك، وهي تاني قوه تنشا عن حركه. قال لك ايه قوى الاحتكاك دي؟ قال لك دلوقتي انت دلوقتي زي الراجل اللي واقف ده في صندوق وانت بتسوق الصندوق في الاتجاه ده، فقال لك فيه قوه احتكاك بتنشا تحت. قال لك قوى الاحتكاك دي تنشا ليه؟ قال لك بسبب ايه؟ بسبب ان السطح المتحرك ايه؟ سطح لامس السطح ايه؟ ثابت، صح ولا لا؟ فقال لك لما بيجي يتحرك لازم يحصل قوه احتكاك موجوده في الطبيعه، تمام. فقال لك قوه الاحتكاك دي ممكن تبقى في وسط غازي كالهواء، تمام، زي مثلا واحد نازل مثلا بباراشوت من فوق. قال لك الباراشوت ده بيعمل احتكاك مع الهواء فبيخليه ينزل بالراحه. قال لك سطح صلب كالارض، انت دلوقتي وانت لابس الكوتشي وعمال تكحت برجلك في الارض كده بيبقى في صوت بيطلع، صح ولا لا؟ قال لك دي نتيجه قوه الاحتكاك. قال لك سطح سائل كالماء. قال لك الناس اللي بتيجي تعوم، لو انت جربت تعوم قبل كده في الميه او حط ايدك في الميه مثلا في جاده واقعد حركها، هتلاقي في قوه احتكاك بتخليك ما تعرفش تحرك ايدك، صح ولا لا؟ قال لك دي برده قوه الاحتكاك، تمام. طب انت دلوقتي قوه الاحتكاك انا بقول لك حاجه ما بتخلكش تعرف تعمل الحاجه، يعني مثلا بحط ايدي في الميه بحركها في حاجه بتقاومني، صح؟ فبتبقى عكس اتجاه حركتي، بتبقى عكس اتجاه حركتي. فقال لك تعمل قوه الاحتكاك دائما في اتجاه مضاد لاتجاه حركه الجسم. يعني الراجل الغلبان ده بيزق الصندوق كده، تمام، بيزقه كده، لا قوه الاحتكاك هتبقى كده. يبقى يجي يقول لك اكمل اتجاه قوه الاحتكاك دائما تكون في عكس ولا مع اتجاه الحركه؟ لا طبعا في عكس اتجاه حركه الجسم، تكون في عكس اتجاه حركه الجسم. طب ماشي، بيقول لك العلاقه بين قوى الاحتكاك وسرعه الجسم علاقه عكسيه. ماشي، طب تعالى نشوف مثال مثلا على الكلام ده. دلوقتي انا ماشي دلوقتي مثلا ايه بعربيه، تمام، والعربيه دي انا دوست مره واحده عليها فرامل، فلما انا عملت دوست الفرامل عملت احتكاك ما بين الفرامل والعجله، صح ولا لا؟ فقال لك قلت سرعه العربيه. فقال لك كلما زادت قوه الاحتكاك تقل السرعه، والعكس صحيح، تمام. تعال نكمل. فكده العلاقه ما بين قوى الاحتكاك وسرعه الجسم علاقه عكسيه، اي ان ايه؟ اي ان كلما زادت قوى الاحتكاك، يعني انا دلوقتي عمال احتك بالحاجه قوي، فقال لك تقل سرعه الجسم. بيقول لك علل عند الضغط على فرامل تدريجيا تتناقص سرعه الدراجه الى ان تتوقف. ليه الكلام ده؟ قال لك عشان الاحتكاك بين اطار الدراجه والفرامل بيولد قوى احتكاك تعمل في اتجاه مضاد لحركه الدراجه، وهو ما يؤدي الى مقاومه حركتها وتوقفها. رقم 2 علل قوى الاحتكاك سلاح ذو حدين. ليه الكلام ده؟ قال لك ان قوى الاحتكاك بتفيدني وبتضرني. اي حاجه في العالم اصلا او اي حاجه في الدنيا بتفيدني وبتضرني، فان هناخد فوائد الاحتكاك وهناخد اضرار الاحتكاك وعليك حفظهم. فقال لك فوائد الاحتكاك ايه؟ اول حاجه تمنع انزلاق الاقدام عند السير على الارض. تخيل كده مفيش قوه احتكاك موجوده في العالم، مفيش قوه احتكاك موجوده في الدنيا، انت تيجي تمشي هتتزحلق على طول، هتلاقي نفسك مش عارف تمشي. علل بسبب عدم وجود قوه احتكاك. فقال لك من فوائد الاحتكاك تمنع انزلاق الاقدام عند السير على الارض. رقم 2 تساعد على حركه السياره وايقافها، تمام. انت دلوقتي تخيل مفيش فرامل ومفيش قوه احتكاك ما بين السياره والفرامل، ما بين العجله والفرامل، فقال لك كده ايه؟ انا مش هعرف اقف ولا هعرف اتحرك. فقال لك تساعد على حركه السياره او ايقافها. رقم 3 نقل الحركه عن طريق السيور والتروس. عارفين انتوا السيور والتروس اللي هي بتبقى معموله في بعض كده، اللي هو ترس جنب ترس، فالترس ده بيحرك الترس ده. قال لك ليه؟ برضه بسبب قوه الاحتكاك، الاثنين محتكين في بعض، فده بيجي يتحرك ده بيجي يتحرك بيحرك اللي جنبه، وهكذا دي السيور والتروس. دي كده فوائد الاحتكاك. طب اضرار الاحتكاك، انت دلوقتي حك ايدك في بعض، افضل حك ايدك في بعض بسرعه كده، هيتولد ايه؟ هيتولد طاقه حراريه، تمام. فقال لك ان الجزء من الطاقه الميكانيكيه اللي هي الحركيه دي ايه؟ يفقد في صوره طاقه حراريه غير مستخدمه. فقال لك رقم 1 من اضرار
الاحتكاك فقد جزء من الطاقه الميكانيكيه بسبب تحولها الى طاقه حراريه. ففي جزء من الطاقه دي بتحول الى طاقه حراريه. انت دلوقتي جرب تروح مشوار بالعربيه تمام، ومره واحده تروح واقف وتنزل كده تحسس على الكاوتش، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الكاوتش سخن. علل بسبب قوه الاحتكاك ما بين الكاوتش والارض. فقال لك بسبب قوه الاحتكاك دي بيتولد طاقه حراريه تمام غير مستخدمه. انا استفدت بيها؟ لا. رقم 2 سخونه اجزاء من الاله وتمددها مما يؤثر على عملها. فقال لك لما الحاجه دي تسخن بتتمدد. قال لك لما الحاجه دي تسخن بتتمدد. مش انت عارف ان الحاجه بتتمدد ايه؟ تتمدد بالسخونه وتنكمش بالبروده، صح؟ فالحاجه دي بتتمدد فممكن تتلف تمام. قال لك رقم 3 يسبب تآكل اجزاء من الالات وتلفها. قال لك تخيل ان الحاجه عماله تسخن كده وعماله تحتك، فقال لك ايه؟ قال لك كده الحاجه هتتاكل، فكده الالات اللي انا بستخدمها هتتاكل وهتبوظ. قال لك بقى ايه؟ قال لك ان احنا السيارات دي بنعالجها بمواد تكسبها خشونه عاليه. ليه؟ قال لك حتى نزيد قوى الاحتكاك تمام في عمليه حتى تزيد قوى الاحتكاك بين العجله والارض او ما بين الكاوتش والارض. علل ليه؟ احنا عايزين نزود قوى الاحتكاك ليه؟ قال لك عشان نساعد على عمليه الحركه والتوقف. رقم 2 ليه بنشحم ونزيت الالات والتروس؟ قال لك ليه؟ قال لك لحمايتها من التآكل والتلف الناتج عن احتكاكها في بعضها. فكده خلصنا ايه؟ قوى الاحتكاك. تعالى ندخل على القوة داخل الانظمه الحيه. قلنا القوة داخل الانظمه الحيه ايه؟ انا اللي بعملها بايدي، صح ولا لا؟ تمام. فالقوة الحيويه دي القوة داخل الانظمه الحيه اللي اسمها القوة الحيويه. قال لك قوة توجد داخل جميع الانظمه الحيه وتمكنها من القيام بالعمليات الحيويه المختلفه. قال لك مثل ايه؟ اول حاجه انقباض وانبساط عضله القلب تمام. عضله القلب عامله ازاي؟ عماله تعمل كده دوم تك دوم تك، نفس المنظر ده، عماله تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط. فقال لك عند الانقباض وانبساط ده وهي شغاله عماله تنقبض وتنبسط، فقال لك بيعمل ضخ دم، بيعمل ضخ دم، فالدم بيوصل من القلب لجميع اجزاء الجسم والعكس برضو من جميع اجزاء الجسم الى القلب وهي دايره وشغاله. فقال لك قوه وانقباض عضله القلب تعمل على دفع الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم والعكس. رقم 2 قوه انقباض وانبساط العضلات عندما تعمل على تحريك جميع اجزاء الجسم. قال لك دلوقتي لو انا دلوقتي مثلا جيت عملت اللي هي العضله اللي هي الباي دي تمام، جيت شدتها كده هتلاقيها بتنقبض، صح ولا لا؟ فقال لك قوه وانبساط العضلات برضو نفس النظام. انا دلوقتي ايدي بحركها بسبب قوه انقباض وانبساط العضلات. رقم 3 قال لك قوه النبض داخل الاوعيه الدمويه. دلوقتي شوف كده، حط ايدك هنا هتلاقي في حاجه عماله تنبض كده، فدي كده الشرايين والاوعيه الدمويه والحاجات دي. فقال لك قوه النبض داخل الاوعيه الدمويه تمام. طب دي تعمل على ايه الاوعيه الدمويه دي؟ قال لك تعمل على صعود الدم من اسفل الى اعلى. دي كده ايه؟ عكس اتجاه الجاذبيه. اتجاه الجاذبيه للارض صح، من اعلى لاسفل تمام، اما دي بتطلع من ايه؟ من اسفل لاعلى، فعكس اتجاه الجاذبيه عشان لو سالك. قال لك قبل الاخيره انتقال السوائل ونفسها عبر المسام وجذور الخلايا من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى. يعني ايه؟ قال لك انا جبت كوبايه وجبت مثلا في الجزء ده حطيت ايه؟ حطيت هنا مثلا 5 معالق ملح تمام، وحطيت هنا 50 معلقه ملح، فهنا التركيز اعلى من هنا، صح ولا لا؟ هنا التركيز اعلى من هنا. فقال لك بعد فتره ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الميه هتنتقل من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى عبر الجدار المنفذ ده، فتمام. فهتلاقي الميه ايه؟ الميه هنا هتلاقيها تقل وهنا الميه هتزيد. فقال لك الماء ينتقل من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى. يبقى كده لما يجي يقول لك اكمل انتقال السوائل ونفاذها عبر المسام يتم من التركيز نقط الى التركيز نقط، يتم من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى، واخر حاجه صعود الماء والاملاح من التربه الى اعلى. فقال لك ان الماء والاملاح بيطلع ازاي؟ قال لك التربه موجوده تحت صح تمام، بتعدي على الجسر الى الساق الى الاوراق، من الجذر للساق الى ثم الاوراق ضد اتجاه برضو الجاذبيه. فالماء والاملاح في التربه بتطلع من ايه؟ من اسفل لاعلى، فعكس اتجاه الجاذبيه. وكده نبقى خلصنا الدرس الثاني، وتعالى نشوف الصفحه اللي بعدها عشان ندخل في الدرس الثالث، وقربنا نخلص. عاش بطل استحمل. وتعالى نبدأ في الدرس الثالث واللي هو بيكلمنا عن الحركة. وقول بسم الله وصلي على النبي واستحمل. خلاص هانت، خلاص قربنا نخلص الوحدة، قربنا نخلص الحصة. دلوقتي قدامك من الرسمه دي قال لك انت دلوقتي واحد صاحبك واقف هنا جنب نقطه المرور دي، جنب اشاره المرور دي تمام، وانت رحت وجيت لقيته واقف لسه جنبها، فانت كده عرفت ان هو ايه؟ لسه جسم ساكن ما اتحركش تمام. واحد صاحبك تاني راكب عجله تمام، كان واقف جنب ايه؟ اشاره المرور دي، انت رحت وجيت لقيته واقف هنا، فانت كده عرفت ان هو اتحرك. طب عرفت ان هو اتحرك منين؟ قال لك عشان هو مش جنب اشاره المرور، ما لقيتوش جنب الحاجه، جنب النقطه اللي انا علمتها بيه، صح ولا لا؟ فقال لك ان في نقطه انت بتعلمها في دماغك اسمها نقطه مرجعيه، دي تبقى نقطه ثابته انا برجع
افعالها في تحديد موضع الجسم. تمام، اذا كان هو لسه جسم ساكن او جسم متحرك اتحرك. فقال لي الجسم ساكن ده اللي بيفضل موجود. تمام، بالنسبه لنقطه مرجعيه بيفضل موجود جنبها ما بيتحركش. النقطه المرجعيه دي بتبقى اي حاجه ثابته، هي نقطه ثابته تستخدم في تحديد موضع الجسم ووصف حركته، يا اما جسم متحرك يا اما جسم ساكن. تمام، فقال لك ان النقطه المرجعيه دي هل شرط تبقى شرط مرور؟ لا، ممكن تبقى بيت. تمام، ممكن تبقى عماره، ممكن تبقى مسجد، اي حاجه اي حاجه ثابته في مكانها. تمام، انا مثلا قلت لواحد صاحبي استناني عند المسجد ده وجاي لك دلوقتي، رحت وجيت ما لقيتوش جنب المسجد، لقيته بعيد عنه شويه، فانا كده عرفت ان هو اتحرك، عمل حاله حركه. ليه؟ عشان هو اتنقل من جنب النقطه المرجعيه اللي انا حاططها في دماغي. فقال لك نقطه مرجعيه تعرفها هي نقطه ثابته تستخدم في تحديد موضع الجسم ووصف حركته. تمام، قال لك الحركه بقى، الحركه اللي هي بتحصل دي قال لك وتغير موضع الجسم واتجاهه بمرور الزمن بالنسبه لنقطه مرجعيه. انا دلوقتي عرفت ان الجسم ده متحرك. قال لك عمل حاله حركه ليه؟ قال لك ان هو تغير من موضعه، قال لك تغير موضع الجسم او اتجاهه. تمام، وتغير اتجاهه بمرور الزمن بالنسبه لنقطه مرجعيه. تعالى بقى نكمل ونوصف الحركه. انت دلوقتي عندك في حاجه اسمها مفهوم الحركه النسبيه. يعني ايه الحركه النسبيه؟ الحركه بالنسبه لي اللي انا شايفها. تمام، انت دلوقتي لو واقف في الشارع ماشي وشفت عربيه بتتحرك، هتشوفها بتتحرك بسرعتها ولا اسرع ولا اقل. ماشي، بمثل انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي. انت دلوقتي وانت راكب المترو، تمام، هتقول لي يخرب بيت المترو، انا كل شويه تقول لي لو انت راكب المترو وانت راكب المترو، ما لازم نشرح لك بقى. فقال لك وانت راكب المترو وماشي في الاتجاه ده، تمام، والمترو الثاني ماشي في عكس اتجاهك في الاتجاه ده. فقال لك انتوا الاثنين ماشيين جنب بعض، انتوا الاثنين ماشيين بسرعه مثلا ده 50 كم في الساعه وده 50 كم في الساعه. فقال لك وانتوا ماشيين انت راكب هنا، فانت بتشوف المترو ده ماشي سريع جدا وتقول ازاي ده ماشي اسرع مننا. هو مش ماشي اسرع منك ولا حاجه، انت عشان شايفه متحرك في عكس اتجاهك، شايفه متحرك في عكس اتجاهك. فقال لك ان انت لما بتيجي تشوف المترو او اي حاجه ماشيه في عكس اتجاهك بتشوفها باسرع من سرعتها. ليه؟ ده مفهوم الحركه النسبيه. تمام، فانت لما بتتحرك في عكس اتجاه الحركه، لما بتتحرك في عكس اتجاه حركه الجسم اللي قدامك، فقال لك انت بتشوفه اسرع منك. نفس النظام، انت دلوقتي ماشي بعربيه الاتجاه ده وفي عربيه جايه تانية الاتجاه ده، انتوا الاثنين وانتوا بتعدوا من جنب بعض كده، ده يحس ان انت ماشي بسرعه صاروخ وده يحس ان انت ماشي بسرعه صاروخ. ليه؟ طب ليه الكلام ده؟ قال لك عشان انتوا بتشوفوا الحركه بالعكس. قال لك ان انت بتشوفوا ايه؟ الحركه في عكس الاتجاه. فقال لك ساعتها بنجمع السرعتين. يعني لو كان سرعته 50 وده سرعته 50، انت لما تيجي تبص للعربيه اللي بتتحرك دي هتلاقيها بسرعه ايه؟ 100 كم في الساعه. طب الكلام ده ازاي؟ قال لك ده مفهوم الحركه النسبيه والسرعه النسبيه بالنسبه لك. تمام، قال لك لا، طب لو عربيه دلوقتي ماشيين جنب بعض، تمام، والاثنين ماشيين بنفس السرعه بنفس المنظر ده، الاثنين ماشيين بنفس السرعه جنب بعض، قال لك لما تيجي تبص للعربيه اللي جنبك هتحس ان هي واقفه جنبك اصلا في حاله سكون، وهو لما يجي يبص لك هيحس برضو ان انت في حاله سكون. طب ليه الكلام ده؟ قال لك عشان انتوا الاثنين بتتحركوا في نفس الاتجاه وبنفس السرعه، فهتلاقي السرعه تحس السرعه النسبيه بتساوي صفر. جرب الكلام ده عملي، بص يعني طبقه كده، روح اركب عربيه وخلي تاني عربيه تانيه ومشي جنبك بنفس السرعه وبص لها، هتلاقي انتوا الاثنين تحسوا ان انتوا مش ماشيين، هتحسوا ان انتوا الاثنين واقفين. طب الكلام ده ليه؟ قال لك بسبب ايه؟ ان انتوا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه بنفس السرعه. تمام، قال لك لو في عربيه دلوقتي ماشيه بسرعه قدام والماشيه العربيه دي ماشيه بسرعه ابطا منها شويه، فقال لك ان انت هتشوف العربيه دي ماشيه بابطا من سرعتها. وتعالوا نشوف كل الكلام ده موجود ازاي. فقال لك ان السرعه النسبيه دي هي سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك. انا لما دلوقتي كنت عمال اراقب سرعه المترو وسرعه العربيه والسرعه دي كلها، انا كده كان اسمي مراقب. تمام، المراقب ده يا اما يكون ساكن يا اما يكون متحرك في 3 حالات. ماشي، تعال نشوف. قال لك تبقى مراقب ساكن. لو انت مراقب ساكن، تمام، هتشوف الحاجات دي عامله ازاي. هتشوف السرعه النسبيه بنفس السرعه الفعليه للجسم الحقيقي. يعني دلوقتي لو انا واقف هنا، تمام، وعمال اراقب العربيات دي بتتحرك بسرعه 90 كم في الساعه، هشوفها بتتحرك ب 90 كم على الساعه. عربيه ثانيه بتتحرك ب 50، هشوفها بتتحرك ب 50. يبقى ساعتها في الحاله دي، في حاله المراقب الساكن السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه للجسم. ماشي، طب لو مراقب متحرك، تمام، عندي مراقب متحرك في عكس الاتجاه او في نفس الاتجاه. قال لك عكس الاتجاه يبقى اجمع، في نفس الاتجاه اطرح، يبقى في عكس اجمع، في نفس اطرح، في عكس اجمع، في نفس اطرح. احفظها كده. قال لك مراقب متحرك في عكس الاتجاه، ساعتها السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه للجسم زائد سرعه المراقب اللي هي العربيه اللي انا راكب فيها. تمام، يعني ايه؟ يعني العربيه دي بتتحرك اهي 90 كم في الساعه ودي بتتحرك ب 70، يبقى ساعتها اقول السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه للجسم اللي هو بكام؟
اللي هي ب 90 زائد سرعه المراقب اللي انا واقف موجود هنا في جوه العربيه دي اللي هي 70. 90 زائد 70 ساعتها بشوف العربيه دي بتتحرك بسرعه 160 كيلومتر في الساعه، ودي السرعه النسبيه بالنسبه لي، دي السرعه النسبيه بالنسبه لي. فساعتها ايه السرعه النسبيه؟ بشوفها اكبر من السرعه الفعليه، ساعتها بشوف السرعه النسبيه اكبر من السرعه الفعليه. الكلام ده في حاله ايه؟ مراقب متحرك في عكس الاتجاه. يبقى لما بيكون في عكس الاتجاه بجمع السرعتين، لما بيكون في عكس الاتجاه بجمع السرعتين. تمام. لما بيكون في نفس الاتجاه تمام ساعتها بطرح السرعتين. يعني ايه؟ دلوقتي انا قاعد في العربيه دي والعربيه دي ماشيه قدامي اهي، العربيه دي ماشيه بسرعه 90 كيلومتر في الساعه والعربيه دي ماشيه بسرعه 70 كيلومتر في الساعه، فقال لك بطرح السرعتين، بطرح ال 90 ناقص ال 70 20 كيلومتر في الساعه. ساعتها انا قاعد هنا شايف العربيه دي بتتحرك بسرعه 20 كيلومتر في الساعه اقل من سرعتها، يبقى في الحاله دي السرعه النسبيه اقل من السرعه الفعليه. يبقى كده مراقب متحرك في نفس الاتجاه ساعتها بطرح السرعتين، بطرح السرعه الفعليه للجسم ناقص سرعه المراقب. تمام. قال لك مراقب متحرك في نفس الاتجاه وبنفس السرعه، قال لك في الحاله دي الفرق بين السرعتين هيساوي صفر. انا بقول بنفس الاتجاه صح؟ احنا قلنا في نفس الاتجاه بنطرح، في نفس الاتجاه بنطرح، فقال لك الاثنين بنفس السرعتين. قال لك تعالى كده اطرح، دلوقتي ده بيتحرك بسرعه 75 وده بيتحرك بسرعه 75، اطرح 75 ناقص 75 بيساوي صفر. قال لك ليه ساعتها بيساوي صفر؟ قال لك عشان السرعتين بيساووا بعض والاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه وبنفس السرعه. فبيقول لك علل تبدو السياره المتحركه بسرعه ما بالنسبه لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكانها ساكنه. ليه انا بشوفها كانها ساكنه؟ قال لك لان السرعه النسبيه تساوي الفرق بين السرعتين يساوي صفر، الاثنين بيساووا صفر. وبكده ايه نكون خلصنا مفهوم الحركه النسبيه والسرعه النسبيه، والمفروض ان انت كده تكون فرمتهم. بس قبل ما ننقل الصفحه الثانيه بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك امتى بتشعر ان سيارتك وانت قاعد فيها تتحرك للامام؟ انت دلوقتي قاعد في ايه؟ في عربيتك تمام، في امان الله لسه ما اتحركتش، بس العربيه اللي جنبك بتتحرك، فقال لك انت ساعتها بتتحرك، بتحس ان هي ايه؟ قال لك ساعتها امتى تحس ان انت بتتحرك للامام؟ لما العربيه اللي جنبك بترجع لورا. دلوقتي انت جرب كده، انت قاعد ساكن هنا تمام وفي عربيه جنبك بترجع لورا، هتحس ان العربيه دي بتطلع لقدام اللي انت قاعد فيها تمام. طب اللي انت برضو لو قاعد ساكن ما بتتحركش تمام وقال لك في عربيه جنبك بتطلع لقدام، هتحس ان انت بترجع لورا. كل ده احساس اسمه ايه؟ الحركه النسبيه والسرعه النسبيه. والشخص اللي هو واقف بيراقب الحاجه دي اسمه المراقب، اللي هو انا دلوقتي براقب السرعه، يبقى انا كده اسمي المراقب. وملخص الحوار ان لو مراقب ساكن بشوف نفس السرعه تمام، مراقب متحرك بس في عكس الاتجاه، في عكس الاتجاه بجمع السرعتين، في نفس الاتجاه بطرح السرعتين، في نفس الاتجاه وبنفس السرعه بيساووا صفر. تعالى يلا نشوف الصفحه اللي بعديها. بيقول لك صف الحركه التي تبدو عليها المنازل الموجوده على جانبي الطريق تمام عندما تكون راكبا في قطار متحرك. قال لك لو انت بتتحرك تمام للامام كده هتشوف ان المنازل بتتحرك للخلف. يعني انت تجرب كده، انت قاعد دلوقتي في قطر او في مترو والمترو ده بيتحرك كده والمنازل جنبك، هتحس ان المنازل دي بترجع لورا. قال لك تبدو المنازل وكانها تتحرك بنفس سرعه القطار ولكن في الاتجاه المعاكس، هتحس ان هي بتتحرك لورا. والامثله دي احنا ان شاء الله قلنا هننزل لك ايه كل الاسئله في فيديو واحد عشان فيديو الشرح بس مدته ما يطولش وانت تزهق منه وتمل منه. فالاسئله ان شاء الله والامثله دي كلها هتتحل في ايه؟ في فيديو الحل باذن الله. فانتظر ايه؟ فانتظر فيديو الحل اللي هينزل فيه كل الاسئله واهم الاسئله على الوحده الثانيه والوحده الاولى ان شاء الله. قال لك عندنا انواع الحركه، قال لك عندنا حركه اسمها دوريه وحركه اسمها انتقاليه. تعال نبدا بالحركه الانتقاليه نخلصها ونخلص منها. قال لك الحركه الانتقاليه دي يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي حركه القطار تمام، بيبدا مثلا من محطه مثلا حلوان مثلا يروح لمحطه المرج صح؟ فكده ليه نقطه بدايه ونقطه نهايه، فاللي ليه نقطه بدايه ونقطه نهايه دي تسمى حركه انتقاليه. ماشي، انا دلوقتي رايح مشوار، بدات من النقطه دي تمام، بدات من النقطه دي ووصلت للنقطه دي، فانا كده بدات من نقطه بدايه ورحت لنقطه نهايه، من موضع ابتدائي الى موضع نهائي، فدي كده تسمى حركه انتقاليه. فاي رسمه بقى يجيبها لك، اي سؤال يجيبه لك يقول لك دي حركه انتقاليه ولا حركه دوريه، اسال نفسي سؤال، هل ليها نقطه بدايه ونقطه نهايه؟ قلت يبقى دي حركه انتقاليه. زي مين؟ زي حركه القطار ليها دي حركه انتقاليه ليها نقطه بدايه ونقطه نهايه تمام. حركه الدراجه نقطه بدايه ونقطه نهايه. تعالى بقى نشوف الحركه الدوريه، وحتى لو جيب لك امثله غير دي انت تعملها بالمنطق، نقطه بدايه ونقطه نهايه خلاص يبقى كده حركه انتقاليه. الحركه الدوريه بقى هي الحركه التي تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه. يعني ايه؟ عندك المروحه دي عماله تلف حوالين نفسها صح؟ عماله شغاله تلف 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 صح ولا لا؟ وبتلف بانتظام على فكره صح ولا لا؟ وعلى فترات زمنيه متساويه، بتلف نفس اللفه في نفس الزمن. يبقى كده الحركه الدوريه هي الحركه التي تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه. ماشي، عندي حاجه مثلا زي البندول اللي بيبقى موجود في الساعه عمال رايح تك 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 صح ولا لا؟ على فترات زمنيه متساويه تمام.
وبانتظام رايح جاي رايح جاي رايح جاي، صح ولا لا؟ فدي كده تسمى حركه دوريه. فالحركه الدوريه هي الحركه التي تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه. فعندي منها انواع. قال لك انواع الحركه الدوريه: اول حاجه حركه اهتزازيه، تاني حركه دائريه، تالت حركه موجيه. فقال لك الحركه الاهتزازيه مثل بندول الساعه، تمام. والكلام ده هتاخده بالتفصيل اكتر في تانية اعدادي، وحده كامله بتكلمك عن الحركه الدوريه اللي هي الوحده الاولى. فقال لك حركه اهتزازيه مثل بندول الساعه، حركه دائريه مثل ذراع المروحه عمال يلف حوالين نفسه، وحركه موجيه مثل موجات الماء. قال لك دلوقتي لو انت رميت طوبه في قلب الميه، قال لك يحصل ايه؟ في امواج عماله تحصل كده، صح؟ موجه صغيره بعد كده موجه اكبر، وكمان ايه؟ تحس ان المنظر بيطلع بانتظام، تحس ان المنظر بيطلع بانتظام. قال لك دي اسمها ايه؟ حركه دوريه موجيه. تعالى بنكمل. بيقول لك علل تعتبر حركه اذرع المروحه حركه دوريه ليه؟ هتقول له لانها تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه. تعالى نشوف الحته اللي بعديها. بيقول لك الحركه الموجيه. قال لك ان احنا عندنا نوعين من الموجات، تمام. نوعين من الموجات: موجات ميكانيكيه وموجات كهرومغناطيسيه. قال لك الموجات الميكانيكيه دي هي التي يلزم لانتشار وجود وسط مادي. احفظ دي بس كده واقول لك دلوقتي ليه. قال لك الموجات الميكانيكيه احفظها، يلزم لانتشار وجود وسط مادي، يبقى الموجات الميكانيكيه يلزم، تمام. الموجات الكهرومغناطيسيه لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. دي عامله زي الشبح، دي بطه بلدي. الموجات الكهرومغناطيسيه شبح ماشيه في اي حاجه، في وسط مادي يا باشا انا ماشيه، ما فيش وسط مادي وفي فراغ يا باشا انا ماشيه. دلوقتي الموجات الميكانيكيه يلزم لانتشار وجود وسط مادي، دي عامله زي البطه البلدي، لا انا لازم يبقى في وسط مادي عشان اتحرك، فما فيش وفي فراغ يبقى لا خلاص مش هتحرك. يعني بقى وسط مادي زي الهواء اللي انا قاعد فيه ده كده دلوقتي. انا دلوقتي لو ما فيش هواء حواليا الصوت مش هيوصل لك. ليه؟ قال لك عشان الصوت من الموجات الميكانيكيه الذي يلزم لانتشار وجود وسط مادي. فقال لك احنا دلوقتي لو خدنا بعضنا كده ورحنا على الفضاء وقعدنا احنا كده كلنا قعدة صحاب مع بعض، وقال لك جينا نتكلم مش هنسمع صوت بعض. علل في الفضاء في فراغ، فقال لك ان الصوت من الموجات الميكانيكيه التي يلزم لانتشار وجود وسط مادي ولا تنتقل في الفراغ. عشان كده رائد الفضاء لما بيطلع بيبقى لابس كده بدله محترمه، تمام، وبيبقى فيها اجهزه لاسلكيه بيكلموا بعض من عليها، تمام ماشي. قال لك اللي هي يبقى كده الموجات الميكانيكيه هي الموجات التي يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. يعني ايه؟ يعني لازم يكون فيه هواء، تمام، ما يكونش فيه فراغ، لازم وجود وسط مادي. قال لك تنشا من اهتزاز جزيئات الوسط المادي. يعني دلوقتي مثلا انا بكلمك، احبالي الصوتيه هي اللي عماله تتحرك وتطلع لك الصوت. انا لو سكت زي كده مفيش صوت، صح ولا لا؟ فقال لك بسبب ايه؟ بسبب وقف الاحبال الصوتيه عن الاهتزاز. قال لك 2 تنتقل في الاوساط الماديه فقط لا تنتشر في الفراغ، دي الموجات الميكانيكيه. يبقى الموجات الميكانيكيه احفظها، يلزم لانتشارها وجود وسط مادي ولا تنتقل في الفراغ. دي سرعتها قليله نسبيا، اقل من سرعه الموجات الكهرومغناطيسيه دي، ودي هنعرف ليه دلوقتي. هنشوف سرعتها دلوقتي. عليك رقم تحفظه، تمام. وهنعرف ليه دلوقتي برده في سؤال علل على الكلام ده. المهم ان دي سرعتها قليله نسبيا عن سرعه الموجات الكهرومغناطيسيه. دي زي مين؟ زي موجات الماء وموجات الصوت. تعال ندخل على الموجات الكهرومغناطيسيه. قال لك دي لا يلزم انتشار وجود وسط مادي، دي شبح ماشيه في اي حاجه، يمكن ان تنتقل في الفراغ وغير الفراغ. فقال لك هي موجات ايه؟ قال لك دلوقتي عندي ضوء الشمس. ضوء الشمس ده بيوصل لنا ولا لا؟ دلوقتي الارض والشمس في ما بينهم فراغ، صح ولا لا؟ اللي هو الفضاء في ما بينهم فراغ. فقال لك ما بين الشمس والارض في فراغ، بس ضوء الشمس بيوصل لنا عادي. ليه؟ فقال لك ان ضوء الشمس من الموجات الكهرومغناطيسيه، يبقى الضوء من الموجات الكهرومغناطيسيه. فقال لك الموجات الكهرومغناطيسيه بتوصل لنا عادي. قال لك ليه؟ قال لك عشان الضوء من الموجات الكهرومغناطيسيه فضوء الشمس بيوصل لنا عادي. علل لانه من الموجات الكهرومغناطيسيه التي لا تحتاج لوجود وسط مادي ويمكن الانتقال في الفراغ، ويمكن انتقالها في الفراغ. تعال نقرا عنها. بيقول لك هي موجات تتكون من مجالات كهرومغناطيسيه ولا يلزم لانتشار وجود وسط مادي، تمام. خصائصها تتكون من مجالات كهرومغناطيسيه على اسمها، تنتشر في جميع الاوساط الماديه والفراغ، بتنتشر في اي حاجه، شبح ماشيه في اي حاجه. سرعتها كبيره جدا، تمام، تصل ل 300 مليون متر على الثانيه، تمام، او 3 في 10 متر، 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. ده هو ده، بس الفرق ان انا هنا حطيتها بصيغه الارقام دي، ودي حطيتها بصيغه ارقام تانية. انت طبعا واخد الكلام ده كله في الرياضه، بس احنا مش في حصه رياضه. فقال لك ان سرعتها كبيره جدا، تصل لكام؟ 300 مليون متر على الثانيه، او 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. الرقم ده حفظ. فدي سرعتها كبيره جدا عندي. فقال لك ايه الدليل على الكلام ده؟ قال لك لما دلوقتي بيجي يحصل برق ورعد، فقال لك انت بتشوف البرق الاول، بتشوف السماء بتنور، بعد كده بتسمع الصوت. قال لك ليه؟ قال لك دلوقتي ان الضوء اللي هو البرق، الضوء سرعته اكبر من الصوت، الضوء سرعته اكبر من الصوت. قال لك علل، قال لك لان الضوء من الموجات الكهرومغناطيسيه التي سرعتها كبيره جدا، تصل حوالي لكام؟ الى 300 مليون متر على الثانيه، تمام. بينما الموجات الميكانيكيه اللي هو الصوت بين قوسين الصوت اللي هو الرعد، تمام، سرعتها قليله نسبيا عن الموجات الكهرومغناطيسيه
كهرومغناطيسيه. تعال نكمل. قال لك امثله على مين على الكلام ده؟ قال لك عندي اشعه جاما، قال لك عندي موجات الاذاعه، قال لك موجات الميكروويف، الاشعه الفوق بنفسجيه، الاشعه الحراريه، الاشعه السينيه، تمام، اشعه اكس، واشعه الضوء المرئي المنظور. وكل ده موجود في الصفحه اللي ورا اللي هنشوف فيها تطبيقات على الكلام ده وبنستخدم الاشعه دي في ايه كلها. تعالى يلا نكمل. يلا يا باشا، اخر معانا صفحه. انت طبعا بطل والله ان انت وصلت لغايه اخر صفحه من غير ما تمل ولا تتعب، فانا بحييك على صبرك ده. فيلا نشوف اخر صفحه بتتكلم معانا عن ايه. واستحمل كده، خلاص هانت، باقي 5 دقايق بالظبط وان شاء الله هنخلص. ما تبصش طبعا على مده الفيديو، هتلاقيهم اكتر من 5 دقايق، بس انا بصبرك بس. بيقول لك علل نرى ضوء الشمس بينما لا نسمع صوت الانفجارات الشمسيه. اللي احنا بنشوف ضوء الشمس بس ما بنسمعش صوت الانفجارات الشمسيه. شايفين الشمس دي بيحصل فيها انفجارات كتير جدا، بس احنا ما بنسمعش صوت الانفجارات ده ليه؟ هتقول لي دلوقتي الصوت من الموجات الميكانيكيه، والصوت يلزم لانتشار وجود وسط مادي، ومفيش وسط مادي ما بين الارض والشمس، صح ولا لا؟ فالصوت ما بينتقلش. هتقول له لان ضوء الشمس تمام موجات كهرومغناطيسيه ويمكنها الانتقال في الفراغ، لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، بينما صوت الانفجارات الشمسيه موجات ميكانيكيه لا يمكنها الانتقال في الفراغ بين الشمس والارض، يلزم لانتشار وجود وسط مادي، ومفيش وسط مادي ما بين ايه؟ ما بين الشمس والارض. بيقول لك رقم 2 فعلل نرى البرق قبل سماع الرعد رغم حدوثهما في وقت واحد. ليه احنا بنشوف الاول البرق قبل ما بنسمع الرعد؟ قال لك لان ضوء البرق موجات كهرومغناطيسيه، بينما صوت الرعد موجات ميكانيكيه، وسرعه الموجات الكهرومغناطيسيه اكبر من سرعه الموجات الميكانيكيه. تعال نكمل. دلوقتي بقى هناخد تطبيقات تكنولوجيه، تطبيقات على الموجات الميكانيكيه للصوت وتطبيقات على الموجات الكهرومغناطيسيه. قال لك الموجات الميكانيكيه دي بنستخدمها اول حاجه في اجهزه الفحص والعلاج بالموجات فوق الصوتيه او فوق السمعيه. الكلام ده هتعرفه ان شاء الله في ثالثه اعدادي، هتعرف في ثانيه اعدادي، هتعرفه في ثانيه اعدادي ان انت عندك موجات فوق سمعيه، موجات تحت السمعيه، وموجات اللي احنا بنسمعها الموجات السمعيه. فقال لك ان التطبيقات على الاصوات اللي هي الميكانيكيه، الموجات الميكانيكيه، قال لك دي بنستخدمها في اجهزه الفحص والعلاج بالموجات فوق الصوتيه او فوق السمعيه. رقم 2 بنستخدمها في مكبرات الصوت اللي هو الدي جي اللي انت بتشوفه في الافراح، تمام. رقم 3 الالات الموسيقيه اللي هي زي بقى ايه؟ الات وتريه، كمان، عود، جيتار مثلا، مزمار، ناي، فلوت، اللي هي الالات الموسيقيه دي كلها بنستخدم ايه؟ الموجات الميكانيكيه. قال لك تطبيقات بقى على الموجات الكهرومغناطيسيه اللي هي الشبح اللي بتتنقل في اي حاجه التي لا يلزم لانتشار وجود وسط مادي. فقال لك ايه الموجات الكهرومغناطيسيه دي؟ زي اشعه جاما. قال لك اشعه جاما بنستخدمها في اكتشاف وعلاج بعض الاورام. اشعه فوق بنفسجيه بنستخدمها في تعقيم الغرف العمليات الجراحيه. قال لك العمليات الجراحيه بنعقمها بالاشعه فوق البنفسجيه. الرقم 3 تمام الاشعه تحت الحمراء دي بنستخدمها، دي الاشعه تحت الحمراء ليها حراره عاليه، فقال لك بنستخدمها في طهي الطعام، تمام، لانها ذات اثر حراري. رقم 2 تستخدم في اجهزه الرؤيه الليليه التي تستخدمها القوات العسكريه. قال لك في الجيش او عند العساكر لما بيبقى في حرب وعايزين يشوفوا العدو بالليل، الدنيا ضلمه خالص بالليل، فقال لك بيستخدموا نظارات كده بيقدروا يشوفوا بيها اجسام اجسام العساكر. طب بيشوفوها ازاي؟ دلوقتي جسمك بيشع حراره، فقال لك ان انت لما بتلبس النظاره دي بتشوف الحراره دي ماشيه قدامك، فبتشوف ان في جسم ماشي هناك قدامك اهو، فبتروح تشوف الجسم ده هو ايه، يمكن يبقى العدو بتاعك. رقم 3 تستخدم في اجهزه الاستشعار عن بعد لتصوير سطح الارض بالقمر الصناعي. قال لك ان احنا بنصور الارض، سطح الارض، الكلام ده ونصوره ازاي؟ قال لك بواسطه الاشعه تحت الحمراء. رقم 4 تستخدم في عمل جهاز الريموت كنترول اللي هو بتاع التلفزيون في الاجهزه الكهربائيه، يعني زي التلفزيون. قال لك رابع حاجه الاشعه السينيه او اشعه اكس، ودي زي اللي انت مثلا لا قدر الله لما يجي حاجه تتكسر فيك فبتصور العظام بتاعتك بواسطه اشعه اكس او الاشعه السينيه. قال لك بنستخدمها في الطب في تصوير العظام، في الصناعه في فحص عيوب الخامات المعدنيه، بنشوف هي مشروخه مثلا ولا لا، الخامات المعدنيه دي مشروخه ولا لا. قال لك في البحث العلمي تستخدم في دراسه التركيب الداخلي لبلورات المعادن. شايفين المعدن؟ تمام، المعدن ده مكون من بلورات من جوه، مبلورات كده مرصوصه جنب بعضيها، فقال لك الاشعه السينيه دي بتعرف دراسه التركيب الداخلي لبلورات المعادن. بعد كده الضوء المنظور قال لك يستخدم في كاميرات التصوير واجهزه العروض الضوئيه، البروجيكتور اللي هو بيعرض لك الحاجه، اكيد انت عارفه. وقال لك موجات اللاسلكي تستخدم في الاتصالات اللاسلكيه. وبكده نكون الحمد لله انهينا مراجعتنا الجميله اللي انت تكون من المفروض ان شاء الله استفدت منها ولميت الوحده كلها بدون اي تقصير او بدون ان انت ما تسيبش تفصيله. انا الحمد لله شرحت لك، انا اصلا شارح لك من ملزمه الشرح، فيعتبر انا شارح لك مفيش تفصيله انا سايبها لك، اكنك يعني انت لو ما سمعتش اصلا شرح الوحده دي قبل كده اكنك سمعتها كامله باذن الله في اقل من ساعه اهو. فمحتاجين منك ايه بقى؟ محتاجين منك ان انت ان شاء الله تبعت المراجعه لكل اصحابك عشان هم كمان يستفادوا زي ما انت استفدت كده، عشان الدال على الخير كفاعله. والله اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.